سويس الغربة وحشة بس بتجيب فلوس. انت بتاخد الفلوس دي وتضمن لي ان انا انزل اشوف امي حي؟ مش هنزل لها ميت. انت بتاخد الفلوس دي وترجع لي 15 سنة من عمري اللي راح ورا الجري ورا الفلوس والشقى والتعب، ولا عشت يوم مع اهلي. الواحد بقاله 15 سنة، يعني احلى ايام حياته قضاها هنا. الغربة مش فلوس بس يا صاحبي، الغربة حرمان. وعشان تعمل فلوس دي بتحرم نفسك من كل حاجة. بتحرم نفسك من عيد، من لمة رمضان، من افراح، من محازن. قاعد هنا تحرم نفسك. حتى في الاكل والشرب ولبس، هنا في ناس بتحرم نفسها عشان تبعت لاهلها. ويا عالم هترجع على الفلوس دي ولا هترجع ميتة. انت تعرف يا صاحبي اللي كل يومين ثلاثة نسمع اللي في عيل مننا شاب من دورنا كان قاعد معانا على البار مات، راح لامه ميت بعد 5 6 سنين غربة. اللهم لا اعتراض، بس الميت في الغربة بيبقى ميت من ساعة ما سافر. الغربة تربة يا صاحبي. طول ما انت بتدم في البلد ده قلبك بيسى وبيموت. الفلوس ما بقاش لها طعم. ومحدش فينا اختار غربته بايديه، الظروف. انا واحد من الناس اهلي مسفرين، ولا كنت عاوز اسافر، ولا كنت اعرف يعني السفر، ولا كنت لسه اعرف يعني فلوس. والزمن ضرب بيا. فاي واحد بيبص للمغترب على الفلوس اللي هو بيجيبها، صدقني انا بيجيبها بحاجه اسمها الحرمان. بيحرم نفسه من كل حاجه عشان يوفر. بيحرم نفسه من شبابه. وانت قاعد مع اصحابك بتضحك، قاعد مع اهلك بتاكل في رمضان، وهو شغال هنا وقاعد لوحده ونايم على السرير بيدعي ربنا اللي ربنا يصحي تاني يوم عشان يروح شغله، وبيدعي ربنا اللي هو يقابل امه. غربة تربة.